السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية يا رب. قبل لا نبدي نقول بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. حبايب قلبي، راح تشاهدون بهذا الفيديو روتين تنظيف يعني وخبز، وسويت مرقة دجاج والعشاء كله راح تشاهدونه بهذا الفيديو. أتمنى تتفاعلون بالفيديو لأنه قناتي جديدة وتحتاج دعم من عندكم. أنا قناتي السابقة يوميات مليان تركتها من قبل 4 سنين تم إنشائها، وكانوا المتابعين السبب اللي تركتها الصراحة مو على مود يعني المبلغ المادي أو على مود أبيعها واستفاد من عدها أو فرشي، بس تركتها لأنه كانت كلش ضايجة من التفاعل مالتها، ينعدون على الأصابع على الإيد. اللي هسه موجودين إجوا بقناتي الجديدة هم نفسهم بقناتي القديمة، وكان عددها 6800 بس. يعني العدد اللي يتفاعلون يمكن ما يتقارب اللي 25 شخص، فلأنه هي قديمة فأكيد من 4 سنين اللي هجر اليوتيوب اللي فرمت التليفون المتابعين القدماء كلها ماكو، بس كان ماكو تفاعل بس عددهم هيج، فما مستفادة من التفاعل مالتها. فقررت أفتح من جدة وجديد ونشوفكم تتفاعلون بيها لو بس عدد بدون تفاعل. أنا وياكم إن شاء الله نزلوا إن شاء الله حسب تفاعلكم أبغى أتواصل وياكم، ومشتاقة لكم كلش هواي. طبعا أنا ضجت بالبداية على القناة، من بعدها ما أكذب عليكم كلش نفسيتي تعبت لأنه كنت متعودة عليكم أنتم مو على القناة. بس بعدين من شفتكم إنه أنتم قسم من عندكم اللي كنتم متفاعلين هناك، جيت هنا شوي نفسيتي ارتاحت، وقلت إنه أنا إن شاء الله ما خسرت شي، وأتمنى الموجودات هنا فضلا وليس أمرا سووا مشاركة لمتابعيني كانوا هم متابعيكم نفسهم. أشوفهم تعليقات قناتي القديمة ألقاها بقناتكم، فأكيد راح يشوفون قناتي وراح يجون، وما راح تخسرين أي شي من راح تسوين مشاركة. وأنا هم ردنها إليك هنا، حتى الموجودين همين راح يجون لقناتك. هنا أنا صورت لكم المسواق الأسبوعي، هاي طبعا قبل رمضان، أشياء محتاجينها صورتها. هنا الدجاجة راح أقطعها وأسويها مرقة طبعا، وسويت هنا تمن بزل، والدجاجة سلقتها سلقة خفيفة الصراحة. خديت من ماي التمن البزل خليتها فوقها، حسيت إنه الزفرة كلها تروح بماي التمن. كنت أنا أغسلها بماي التمن مو يعني مفور، لا ماي التمن اللي أغسل الدجاجة بيه فتروح الزفرة، فقلت خلي أجرب وأسلقها. أخذ ماي التمن أبزله وأخذ من مايه وأسلقها، وسلقتها سلقة بسيطة بس مجرد راحت من عندها الدم والزفرة والدهن. طبعا أنا أشيل الجلد مالتها من أسوي مرقة لأن أحس الجلد ماله أي ضرورة بالمرقة، بس منظره مو حلو غير محبب بالمرقة، إضافة إلى أنه هو دهون ضارة للجسم، وأطباء ما ينصحون به. فهنا أنا غسلته غسلة كل زين، قطعته صغار حتى يستوي عندي. وهنا أنا سلقته مثل ما قلت لكم قبل شوية، هنا أنا هيله وقرنفل ودارسين لومية بصرة وبصل، وراح أخلي شوية دهن وأحمسه كل زين. وعلى صفحة أنا خالطة الطماطة، وإذا أحتاج معجون أكيد أخلي معجون. طبعا الدهن الكمية مخلص، احنا ما نعتمد على الكمية، تخلص دائما الكمية عندنا. المعجون مالته ما أكذب عليكم احنا نستخدمه، بس التمن ما نجيبه، نقول أبو الكمية نقول له انطينا بداله طحين صفر، لأنه احنا ما عندنا رعاية فنشتري الطحين الصفر، فأحتاجه بالخلية النحل الصراحة. حتى كيكة أسوي بيه طيب يعني حلو، وكيكة يعني مالت بيت. أنا ما أشتغل بالكيكة أو فرشي، بس بمكان التمن قل أخذ التمن وانطينا شو اسمه وانطينا طحين. هنا أنا خليت بهارات دجاج وفلفل أسود، وهنا أنا بعد ما نحمس كل زين راح أخلي الطماطة وبداية عالية وبعدين أنصيه حتى يستوي. وعلى صفحة إنه أنا أكيد سالقة على صفحة الحمص المجروش لأنه حلو وياها صراحة، ينطيها طعم وتدخينه كلش طيب، ومو هواية بس شوية. وهنا أنا خليتها راح أرجع لها شوية وأرجع لها. وهنا أنا بعد ما استوت يعني مو استوت يعني جاي تنحمس لأن هي رادي لها وقت ساعة تقريبا الدجاجة يلا تستوي. هنا سالقة الحمص أنا نص سلقة راح أخليه فوقه، وهم أخليها تحمس. وأكيد إحنا المرقة نطبخ أكيد نروح ونرجع لها نشوفها على مود لا تقعها وتحترق من القاع مالت الجدر. ف شنو هنا انحمست. هنا أنا حطيت إضافة الكشمش، طاها طعم كلش طيب. بس تقولون شلون دجاج؟ أكيد إحنا بالمطبق ما نخلي كشمش. فهاي طريقة أهل البصرة القدماء كلش هواية يحطون هاي الإضافة، قلت خل أجربها. هنا خليت ملح الهيمالايا
اجيت اخلي من عنده، انا عندي ضغط اخلي شوية شوية ملح، ما احطن هواية. هم بعدين من ياكلون يحطون ملح. وطبعا يتعودوا على هاي الحالة. بالبداية كانوا يسوون مظاهرات علي، بس انا ما اقدر اسوي جدرين وجدر منه وجدر منه، فاطبخ مرة واحدة اخلي ملح هيجي، يعني مجرد انه المرقة ما تصير مالحة. وبعدين هم يحبونها مالحة كلش، انا لا، يعني مو ماسخة بس يعني متوسطة الى شبه ماسخة. هنا أنا عندي خبز بيو، يعني قلت خلي أخبز. وأكيد برمضان همين احنا نخبز، والله حتى رمضان نخبز. بس هسه احنا هذا الفيديو صورته قبل رمضان، بس هسه اجيت امنتجه وانزله. واكو ناس صايمة من هاليوم، اكو من امس، من اول امس اكو ناس مسبقة او صايمة، فكل من يعني شو اسمه، الله يعودنا ويعودكم ان شاء الله، ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. هنا احنا نسميه نشنق. انتو شو تسمونه؟ نشنق العجين حتى نخبزه. هنا خليت شوية فوقه طحين وراح اخليه يرتاح. طبعا انا اخبز بالتنور الكهربائي، هذا صار له كذا سنة عندي هذا التنور، مثل ما تشاهدونه مزنجر وتعبان. واخلي جواه خشبة، هاي الخشبة ما تحترق، يعني من النوع اللي ما تحترق، اكو خشب يحترقن. صح هي صايرة سودة، بس صار لي سنين اخبز عليها، حطتها وما يعني ما تحترق. نوعية يعني عن نوعية تفرق. فانتم ما عندكم خشبة حطوا على القاع مباشرة، لانه انا جوا يعني بالمطبخ بهاي الطريقة شو يسمونه اخبز. طبعا وصلتوا لهنا، أنا حطوا بصمة حلوة وحطوا لايك. طبعا أشكركم على تواجدكم وتفاعلكم، وما قصرتوا، خاصة يعني المتابعين أكو بيهم كل فيديو أنزله هم موجودين بيه. خلينا يرتاح شوية بين ما نعلق التنور ونخليه يحتر. هسه جا وقت حتى أخبز. خبزة البيت حلوة الصراحة، كنا قبل نشتري احنا خبز، بس خبزة البيت بيها بركة وريحة الخبز بالبيت. إضافة قلت لكم إنه أنا عندي ضغط ما أقدر آكل خبز اللي بيه سودة هواية، وخبز اللي بيه ملح هواية، فما أحطن هواية ملح، بيه أحطن ملح بس يعني الإنسان يقدر يتقبله. من أروح المكان الصراحة يحطون الخبز مالح والأكل مالح، فرحت خطار قبل مدة البيت خالتي، فتخربطت الليل كله أنا تعبانة، وكنت بوقتها جوعانة يعني. تاكلين الحميسة مالحة، تاكلين ما أدري شنو مالح، تاكلين نقولي خل آكل بس خبزة خالية مالح. فيظل يعني ما أقدر أقول لهم إنه أنا ما أريد أروح سوولي غيره أو فد شي. يعني هم قالوا إنه إحنا ما حاطين ملح، بس بالنسبة لصاحب الضغط يتحسس بالملحاية شويونة، يتحسس بيها. فبالليل هم ناموا وبقيت قاعدة للصبح، إنه أنا تخربطت كلش بوقتها. فصار الصبح يلا نمت لي ساعة هيجي وهنا بقعدة، وبعد ما أقدر أظل إنه أنا نايمة. خبز البيت أنا بالبيت أنا أرتاح، لأنه أكلي أنا أوازنه. وهاي أنا خبزت هذا شكله، كل ما أنا خبزت المهم هي خبزة حلوة، حتى لو مو كلش حلوة حلوة زين. المهم هنا أنا سويت لهم عشاء بيوم أنا خابزة، بس جبنة صمون. وأبو ليان أبو فاطمة جاب فلافل وياه وعنبة، سويت أنا بس زلاطة. وحضرت العشاء، شاي وشربت سويت، هو شرب شاي واحنا شربنا شربت من هذا الأكياس، طلع كلش طيب. جبنا من عنده قلت خله أجربه طلع طيب. وهذا الصمون وهاي الشربت شياسة. حبايب قلبي اللي هنا أنا أحب أنعوكم، إن شاء الله نلتقي بفيديو جديد، واستودعكم الله ومع السلامة.